علينا طبتم وطابت الأوقات بالخير والبركات برحمتكم. أجمل ترحيب حفل اللقاء هذا المساء اللي قد تطبخ في هذا المساء مع احترام الكبير لكل عشاق ريال مدريد الملكي الكرة كلها. إذا لما نتكلم عن عوائل المعين تكلمنا عن عائلة العباس في شباب الزواجة لا خطية الكورة نتكلم بعدين هذه هيا خطيرة مرت يا ونسافر أبو أديب نبشر يتواجد مع أبو هادي تسديدة أو مع أبو هادي تسديدة شباب السويجة في المقدمة يضع شباب السويجة في المقدمة بتسديدة أولى يضع شباب السويجة في المقدمة بضربة صحيحة باغتت حارس المرمى باغتت المدافعين باغت عملية الخطأ مرت سيد حسين ما لعبها بطريقة سليمة سيد حسين ما لعبها بطريقة سليمة هالكرة خلصت جمال يا جمال أسفرت عن عدة بطولات نتكلم بعدين. مجهود فردي مجهود جميل بالقدام اللي مر من أول عدى من ثاني اتخطى الثالث هيا الكرة ولا أجمل على أبو صالح اللي ما قدر. إذا ما كنت غلطان هو الشقيق أيضا لأيمن أنا غلطان في هذا مشغول هذه كرة قلك مع الغاوي مصدر الأخطار صانع البلاوي قدم يمنى تكسب المردود والسيجار تأتي بالأخطار والأضرار بجحقين البحار عقيل البحار سيد حسين انهي الموسم بمباراة وداعية والكرة الغافلة حكم الحكام استاذ نادية شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا متابعينا أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في اللقاء الثاني لهذه الأمسية الكروية الرياضية الشعبانية القريبة من الرمضانية. سجل هاتف وصل على كرة المباراة كرة سيد حسين إلى أداء أتوقعها تسديدة مباشرة باتجاه الشمال هادي عباس وحاط بشري هادي يعني بابا مكان الأساسي ولا بابا يا شباب السويدي معها أسانا متابعين حكم اللقاء الخاص بنهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم من جديد بعد نهاية المباراة الثانية لليلة الثالثة بهدفين مقابل هدفين بين فريقي شباب الشويكة وميلان. يقف بجانبي منتظر الغاوي أفضل لاعب في هذا اللقاء. اليوم مباراة قدمتوا فيها 2-1 لكن في الأخير جاء التعادل من قبل ميلان. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على التعادل. والمباراة صارت لنا من بداية الشوط الأول بس احنا زي ما أقول رتمنا والتبديلات أثرت علينا شوية يعني. حلو. عندنا أيضا عبد الله عباس لاعب فريق شباب الشويكة. اليوم تعتبر نقطة مكسب إليكم ولا كنتوا تطمعوا ل3 نقاط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أن المباراة الأولى فتعتبر نقطة زينة لنا بحكم أن الفريق كان أغلب اللعيبة كانوا يعني فريق الجواد أو فريق النوخذة في دورة كاف اليتيم تاروت ودورة الجراري، فتجمعنا تقريبا قبل أسبوع، فيعتبر كمباراة أولى كتعادل يعتبر
خطوة جيدة يعني. طيب كيف تشوف تنظيم البطولة؟ والله البطولة أنا تقريبا صار لي 11 سنة من ما لعبت فيها بحكم أن ظروف عملية ما شابه، بس يعني تفاجأت أول مرة أجي من 11 سنة. صراحة تنظيم جدا رائع، ويشكروا اللجنة القائمة على هذا التنظيم، والله يوفقكم إن شاء الله وفي ميزان أعمالكم إن شاء الله. الله يعطيك العافية. خلينا نرجع إلى منتظر من جديد، اليوم جايب هدفين، كيف عرفت الثغرات عشان تسجل على الحراسة اليوم؟ والله مساعدة الشباب وحركة النص وميزة هادي عباس يعني خلانا نتحرك صح ومجهود اللاعبين كلهم يعني. شكرا جزيلا. إذا هكذا كان حديث لاعبي فريق شباب الشويكة. الله يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية. نواصل المقابلات بعد نهاية لقاء فريق ميلان وشباب الشويكة بهدفين لكل منهما. يقف بجانبي أبو فادي البيابي إداري الفريق والمسؤول عن الفريق. دائما فريق ميلان يفاجئنا بصغر الأعمار للاعبين المشاركين. الحمد لله رب العالمين. أنا قلت لك يمكن من زمان وأقول الكلام إن إحنا سياسة صار لنا أكثر من سنتين وأنت يمكن تتابع الفريق، إن إحنا نعتمد على الفئة الشابة هذه لأن هي مستقبل الفريق، وفي نفس الوقت أنت تعرف إحنا ما عندنا سياسة استقطاب ولاعبين من برا، فهم اللي يلعبوا هم أبناء الفريق وعندنا ثقة لا حدود لها. فالحمد لله رب العالمين اليوم داهم أثبتوا مع أن إحنا صار لنا سنة ما لعبنا ملعب صغير، بس الحمد لله الشباب طالعين من الاختبارات لكن بيض الله وجوههم ما قصروا قدام لاعبين خبره. اليوم انت شايف الملعب ذا يعني ما شاء الله كلهم هادي عباس وباقي الشباب، بس الحمد لله رب العالمين شباب ما قصروا. نرجع لك، خلينا نشوف ايضا اديب مبشر اليوم، طبعا نبارك له ممتاز مع مرتبه الشرف في المرحله الثانويه، واليوم مسجل جول بحضور والده ابو اديب مبشر. هل وجود اليوم والدك حفزك انك تسجل جول؟ هذا طبعا شيء اكيد، وجود الوالد يعطي دائما دفعه معنويه انك تكون جاهز وانك تعطي اكثر ما عندك وتبدع. طيب كيف تشوف اليوم النتيجه 2-2؟ هل تعتبر نقطه ثمينه بالنسبه لكم؟ والله الحمد لله بدايه اولى المباراه لفريق ميلان، ويعتبر مستوى ونتيجه الحمد لله يعني. الحمد لله. خلينا نرجع الى ابو فادي، كيف تشوف باقي المشوار مع فرق المجموعه؟ شوف طبعا مثل ما قلت لك هنا المشكله في فرق كاسماء غير معروفة، لكن تتفاجأ داخل الملعب في نجوم. اليوم أنا مثلا شباب السويشة أنا ما أعرف ذا الفريق، لكن بصراحة لما جينا وسط الملعب تفاجأنا ما شاء الله الفريق كله مليان بالنجوم. فعشان كذا باقي المجموعة هم نفس الشيء. كاسم ما أعرف الاسم كاسم فريق، لكن كتيم داخل الملعب ما شاء الله كلهم لاعبين وعلى مستوى، فعلى أساس كذا بتكون منافسة شرسة في المجموعة أتوقع. كنا نبغى ناخذ مقابله مع ابو اديب بس مشى عنا، ابغاك تقول كلمه لحضور ابو اديب اليوم عشان ولده اديب. والله شوف ابو اديب هذا طبعا احنا يعني نفتخر فيه ان من الاباء بشكل عام اللي يتابعوا ابنائه وبالذات اديب يعني، فعلى اساس كده احنا يعتبر هو جزء منا ابو اديب، مو بس اديب وابو اديب، فنتشرف فيه كما تشرفنا بابن أديب يعني، وما شاء الله على خلق عالي ومستوى فمثل هالتربية دي تسجل لأبو أديب أكيد يعني. لازم ترد رد على أبو فادي. والله ما في شيء ينقال على كلام أبو فادي. شكرا أبو فادي. شكرا. إذن أبو فادي البيابي مسؤول فريق ميلان وأديب مبشر، هكذا كان الحديث وآخر لقاءاتنا لهذه الليلة. تسلم.